سلام شباب، كي داير مزيان؟ كنتمنى تكونوا على احسن حال. اليوم غادي نهضروا على انتقال ديال رونالدو من مانشستر يونايتد الى النصر السعودي، وهذا الشيء غادي يكون في دقائق قليله. رونالدو الى النصر السعودي في صفقه تعتبر مفاجئه بالنسبه لعشاق كره القدم. عقد اللاعب يمتد الى سنه 2025 وهذا شيء خيالي. قيمه الصفقه 200 مليون يورو، وهذا ما لم يتم الاعلان عنه من طرف ملاك نادي النصر، يعتبر الأغلى في التاريخ. ستجعل باقي اللاعبين الأوروبيين يفكرون في الذهاب إلى الدوري السعودي خاصة وإلى دوريات الخليج عامة. هذه الصفقة غادي يتم تمويلها من طرف الشركة الراعية لنادي النصر خلال 3 سنوات. رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد اختار أخيرا نادي النصر العالمي بعد صراع مع ملاك نادي مانشستر يونايتد، وهذا اللي خلاه انه ينتقل على عجالة الى نادي النصر السعودي. من اسباب صراع رونالدو مع اليونايتد هو وضع اغلب فترات الموسم في الدكة، ما جعل رونالدو يتمرد على الادارة، وخاصة عندما قابل مقابلة صحفية مع بيرس مورغان واطلق النار على ملاك نادي مانشستر يونايتد، مما جعلهم يفسخون معه العقد بالتراضي. وظل رونالدو خلال فترات الموسم حبس الدكة، وتم تعويضه براشفورد، هذا الاخير اللي كسب ثقة المدرب تان هاغ طيلة فترات الموسم، والشيء اللي جعل رونالدو انه يتمرد على النادي ويطلق الرصاص اليوم. تنحاول نضرب الدارجة ومخلطة بشوية باللغة العربية. وحتى من لاعبي اليونايتد ولاو تيفضلوا انه يلعبوا من غير تواجد رونالدو في التشكيلة الاساسية، بحيث انهم ولاو كيعتبروا ان وجود رونالدو في التشكيلة كيبطئ اللعب، عكس فاش تيكون راشفورد تيكون اللعب سريع والايقاع ديال المباراة تيكون احسن من تواجد رونالدو. هادشي اللي خلى انه رونالدو يطغى ويتمرد على اللاعبين كذلك. ولاعبي اليونايتد بزاف ديال المرات كيعتبروا رونالدو انه اناني ولاعب سيء داخل رقعة الميدان. هذه كلها من بين الاسباب اللي خلت رونالدو انه يفكر في الرحيل عن اليونايتد ويفسخ العقد ديالو بالتراضي معه. الرحلة ديالو للنصر السعودي هي الاولى ليه للخليج، حيث سبق انه لعب لشبونة، لعب مانشستر يونايتد، لعب ريال مدريد، وكذلك لعب اليوفي، وحقق ارقام خيالية مع هذه الاندية كلها. حددت ادارة النصر السعودي انه يوم الاحد هو يوم نزول رونالدو الى الرياض بالسعودي. غادي نعطيكم نبدا على التاريخ رونالدو، بحيث تعتبر هو كيلعب كمهاجم، هو قائد منتخب برتغالي، غالبا كيتعتبر من افضل لاعب في العالم، وكيعتبر الكثيرون من اعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم. حصل رونالدو على 5 الكرات الذهبية كاكثر لاعب اوروبي، وهو اول لاعب يفوز ب4 احذية ذهبية اوروبية، وفاز ب 32 بطولة رسمية في مسيرته، 5 القاب دوري ابطال اوروبا، ولقب واحد في بطولة اوروبا، ولقب في البطولة الافتتاحية لدوري الأمم الأوروبية. وكيحمل رونالدو الأرقام القياسية، أكثر عدد من المباريات 183 والأهداف 140 والصناعة 42 في تاريخ دوري أبطال أوروبا، وهو الهداف التاريخي لبطولة أوروبا كأكثر من سجل أهداف في دوري كرة القدم الدولية 118، وهو أحد لاعبي القلائل الذين يشاركون في أكثر من 1100 ديال المباريات الرسمية في مسيرتهم، وسجل أكثر من 800 هدف رسمي مع الأندية والمنتخب. وفي الأخير ما تنسوش ديروا لايك وديروا سبسكرايب لاشين، وما تنسوش تفعلوا الجرس. تهلاو.